تم الترتيب لما يسمى بجمعة النصر التي كانت في يوم 18 فبراير، وألقى الخطبة فيها الدكتور يوسف القرضاوي، وحضر في الميدان ما يقرب من 3 ملايين. أهم الأشياء هي الانقسام الواضح والذي بدأ يزداد وضوحا بين الشباب في الميدان، ثم دخول نوعية أو بداية ظهور الثورة المضادة داخل الميدان، وظهور مجموعة أنا سميتها القيادات الخبيثة. بدأ يظهر ناس في ميدان التحرير من يوم السبت، 12 فبراير لم يشاركوا في الثورة ولم يكن لهم وجود في الثورة إطلاقا، وبدأوا يظهروا في الميدان في شكل ثوار وفي شكل قيادات، وبعضهم كان معاه أموال. ودي كانت ظاهرة جديدة تماما. الظاهرة الثانية هي فسر لنا، كان معاهم أموال بيعملوا بيها إيه؟ لا يعني بيصرفوا، بيشتروا كميات أكل وسجاير. النوع ظهر هنا شعار الشعب يريد إخلاء الميدان. الحاجة الثانية إن بدأ يأتي إلى الميدان المظاهرات المضادة للثورة، إذا كانوا من أتباع النظام أو من أتباع الحزب، خاصة كان الحزب لم يحل بعد. الحاجة الثالثة بدأت أخلاقيات الميدان نفسها تتغير. احنا لما كنا في الثورة، خليني أقول لحضرتك، اللي ما كانش بيصلي كان بيصلي، والمسيحيين في شباب كانوا بيقولوا لي صدقني أول مرة أسمع قداس. لما كان بيحصل احنا كان يوم الجمعة كل جمعة لازم بيحصل قداس قبل صلاة الجمعة. نعم. كان الإخوة المسيحيين كتير منهم يقولوا لي احنا أول مرة نسمع قداس. فكان التواجد في الميدان زاد العلاقة بين الناس اللي موجودة وبين ربنا عز وجل، سواء كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين. اللي غلب على الميدان بعد كده هي البعد لبعض القيادات من بعض الأطياف السياسية كانت موجودة، واتهموني ان انا عاوز اخذل الناس واخليهم يمشوا، ودي عمرها ما كانت بتحصل في الميدان. احنا مهما كنا اختلفنا في الرؤى السياسية والايديولوجيات، لكن كنا على قلب رجل واحد وفي ايد واحدة. واحنا كان هدفنا من المليونين من جمعة النصر التأكيد على ان الثورة مستمرة، وان مجرد اسقاط حسني مبارك وحل مجلس الشعب مش انتهاء الثورة، وان احنا نستطيع ان نجمع المليون في اي وقت. واحنا كان هدفنا 1,000,000 واحد، وبدأنا نفكر ازاي نجمع المليون. حقيقة دكتور هاني حنا عزيز قام بدور ضخم جدا، خاصة في ظل مقاطعة الكنيسة الأرثوذكية والبابا للثورة. دي موضوع عامل علامات استفهام كتيرة، مقاطعة البابا والكنيسة الأرثوذكسية للثورة، في ظل أن باقي الكنائس الأخرى في مصر كانت تشارك بحضور فاعل. يعني الكنيسة الإنجيلية كانت تشارك بقوة وبرموزها، الكنيسة الكاثوليكية كانت تشارك بقوة وبرموزها، الكنيسة الأرثوذكية لم تشارك، بل صدرت تعليمات بعدم المشاركة وعدم الذهاب للميدان، وكل الأقباط اللي حضروا مخالفين. ودي كانت بداية ظهور المخالفة بقوة للبابا. ان بدأ يظهر يجي مسيحيين أرثوذكس. احنا كنا في البداية بنظن ان المسيحيين الموجودين كاثوليك او انجيليين، لكن بدأ الأرثوذكس واصروا ان هم يظهروا كأرثوذكس ويقولوا احنا أرثوذكس، لكن ما كانش حد من القساوسة الأرثوذكس بيجي يشارك في القداس إلا في الجمعة الثانية اللي هي جمعة الرحيل. أظن جاء حد أو جاء 2 ومن الاثنين المعروفين إن هم معارضين للبابا. الثلاث اللي هو 15. عقدت مؤتمر صحفي في الصينية في الميدان. نعم. كان المؤتمر ده فيه حاجتين.
كان في بيان بنصدره، كان البيان رقم 3 بنؤكد فيه على مطالب الثورة، ونؤكد ان احنا رغم ان احنا تركنا الميدان الا ان الثورة لم تنتهي، والبيان ما زال موجود. وده كان اعلان هو غط اعلاميا كويس. حتى الجزيرة حطته خبر اول لفترة طبعا. نعم. الحاجة الثانية كان هو الاعلان عن تشكيل ما سميناه وقتها مجلس الامناء. نعم. وده كان حاجة قلنا ان ده بيؤكد على رعاية والحفاظ على مطالب الثورة. المؤتمر ده كان ليه ردود فعل ايجابية ضخمة جدا، وكان ليه ردود فعل سلبية، او رد فعل سلبي اساسي. ايه هو؟ ان كتير من الناس اللي ما كانوش في مجلس الامناء، خاصة من الناس الكبار والمفكرين، ظنوا ان مجلس الامناء ده هو مجلس قيادة الثورة. وبدأوا يتكلموا اشمعنى فلان واشمعنى فلان واشمعنى فلان، وده استمر لغاية يمكن اسبوعين 3 بعد هذا الموضوع، لما تبلورت فكرة ظهور اللجنة التنسيقية بقوة. وبدأ كان ترتيب جمعة النصر ان هناك قداس، ثم هناك صلاة الجمعة، ثم هناك كلمات، ثم هناك بالليل كان المفترض ان كان هيكون حفل غنائي هيجي فيه فنانين، وكان المسؤول عنه اظن الدكتور ممدوح حمزة. كان الاسلاميين ملهمش اي مشاركة في المنصة او في الفعاليات بتاع اليوم غير كلمات لواحد زي الدكتور محمد بلتاجي او الدكتور الشيخ جمال عبد الهادي او الناس المعتادين اللي هم بيتكلموا. صلاة الجمعة لم تكن فعالية من فعاليات الاسلاميين. هم اعتبروا وجود القرضاوي فيها فعالية، القرضاوي والاسلاميين بيخطفوا الثورة. القرضاوي للاسف الشديد ناس كتير جدا ظنين ان الاخوان هم اللي جابوا الشيخ يوسف القرضاوي. مين اللي دعاه؟ اللي دعا الشيخ يوسف القرضاوي واللي رتب وجود الشيخ يوسف القرضاوي هو صفوت حجازي. حضرتك تعلم ان كنت انا المسؤول عن المنصة من الساعة 11 لغاية انتهاء خطبة الجمعة. نعم. تم القداس بكامل تفاصيله، وتمت خطبة الجمعة. الشيخ طلع خطب الجمعة، المشهد كان فوق الوصف، فوق الخيال. انا علاقتي بالشيخ، انا تلميذ، وعلاقتي بالشيخ هي علاقة التلميذ بشيخه. كون ان انا امسك له الشمسية او اضلل عليه، ده يعني ملوش اي علاقة لا بخميني ولا بغير خميني. وانا ارى ان من شبه هذا الامر ده سوء ادب. يعني انا اعي ما اقول، هذا سوء ادب وسوء خلق ان احنا نشبه هذا المشهد بالثورة الخمينية او الشيخ يوسف بالخميني، او يعني اي شخص بهذا الكلام. ده سوء ادب، انا اعتبره هكذا. وانا قلت من البداية ان هذا نمى عن حقد وغل على الاسلاميين وعلى الاسلام. وللاسف الشديد هتجد ان معظم الذين ولغوا في هذا الامر لم يشاركوا في الثورة، ولم يكن لهم علاقة بالثورة لا من قريب ولا من بعيد.